كتآمن بوجود الجن؟ ضروري. واش ممكن الجن يأذي الانسان؟ ويلعب في العقل ديالو. لا ما كنآمنش بالجن. يعني ما كتآمنش بالمس؟ ما كنآمنش بالمس؟ لا. والجن ما يمكنش يأذي الانسان؟ انا كنقول لك ما كنآمنش بخاطره. كوجود؟ كوجود طبعا. وموجودين زعما صراحه موجودين. واش يقدروا يأذيو الانسان؟ ضروري يأذيوه. يعني هو كاين. واش ممكن يأذي الانسان؟ يقدر يأذيه. كآمن بها. يقدر يأذي الانسان؟ الله يهدي. الانسان خاصو يخرج على وضوء، يخرج ما كيخاف حتى حاجه، حيت هما الجن كيعيش معنا بحالنا كأنك انسان بحال البشر، كاين الانسان. معلوم مذكوره في القران. واش يقدر يأذي الانسان؟ ضروري اذا كان ماشي على الطريق المستقيم. ما نعرف، هذه غريبه، يمكن يأذيك بلا ما تأذيه. كاين الجن والانس صح. والجن يقدر يأذي الانسان؟ علاش الا اذيتي غيأذيك. الجن يعني تساوي حنا ماشي عادي، الا ما عادش هو ما يعاديش هو. ولكن كتآمن بوجود الجن؟ الشيء اللي كنقولوا الجن كاين ولكن الله اعلم. مذكور في القرآن الحبيب. واش الجن ممكن يأذي الانسان؟ يأذيه، ممكن يأذيه بالماس وما الى ذلك. بزاف د الحاجات والله اعلم، والله اعلم. فيها حتى شي حاجه. هذا الجن ضروري، راه كاين بحالنا بحال خلقنا الجن والانس ليعبدون. هو هذا كاين الجن وكاين الانس. علاش ما كاينش؟ سبق لك تأذيتي من الجن ولا كتعرف شي حد تأذى من الجن؟ لا. كاين ناس بزاف اللي تصابوا بالناس. انا ما تصابتش الحمد لله. الجن؟ لا كنعرف ناس آذوا، ما سأديت، لا كنعرف ناس آذوا. لا اله الا الله، نعرف الآية القرآن ما خلقنا من الجن والإنس، يعني موجودين معنا. هادشي اللي كاين. الله سبحانه فيهم ويعافيهم. لا اله الا الله. اذا تقربت لعند. اذا أذيتي يأذيك. اذا أذيتي يأذيك. سبق لك تأذيتي او كتعرف شي حد تأذى من الجن؟ كاين كنعرفو، كاين سمعتي؟ كنسمع. الانسان يعني يحافظ على الصلاه ديالو، يحافظ على حسن صلاته، وما يخاف من يكون اخر تاعو. ايوا ما كانش يتقلق غادي يجي هذيك في الطريق الغير الصالح. ما عرفتش حتى شي واحد، ولكن انا ما عمرني اذاني ما الجن. ثبت في القرآن هو ان شوف الصلاه هو كل شيء، تحسين العباده هي كل شيء. وبلا ما غاديش يتعدى، ما تعديتيش عليه ما غاديش يتعدى عليك. صح. راه هما نيت معانا حنا مالك، فهمتيني؟ هما مثلكم. ايوا هادشي اللي كاين. الله يشافيك. علاش من ناحيه حنا الامه الاسلاميه معروف بان الجن موجود. لا حسب الوزنه والبوطاج بزاف الناس قال لك الجن ما كاينش اصلا. وحنا الروح ديالنا الداخليه هي نوع من الجن كتعيش فينا، والجن ما عندوش جسد. كتقصد قارن؟ لا هذا بالقارن كما مذكور في القران. لا من الجن. يعني كنعرف الناس اللي تاذاو هذه، ولكن عادي يعني كيكون ضرو باش تاذى حتى هو. يعني اذيته عادي في حاجه مثلا شي بلاصه خاليه مثلا خاف معاها مع شي حاجه بحال اللحم بحال. لا عارف ولا ما كنعرف حتى شي واحد، الحق كنسمع وصافي، كنسمع كما كيسمعوا الناس كاملين وصافي. فهمتي؟ احنا كنأمنوا بالله وكنأمنوا بالقرآن، ضروري لأن الجن مذكور في القرآن. نعم. كاين اللي كيسلم وكاين اللي على حسب. حقا المشكله ما عندناش، يعني الحمد لله الجن موجود، لكن هو كيعيش بعيد علينا، حنا ما خصناش يستحضروه وصافي. وخلق الجن من ماء والإنسان خلق من تراب ومن ماء. نعم. والاشكال في واش الجن كيقدر يأذي الانسان؟ لا ما كيضروش، حتى يوم القيامه الانسان كيتحاسب على العمل ديالو، ما يقدرش يلوم الجن يقول لك الجن هو اللي اذاني. الله اعلم. هذا ما تبيت عنه. هذا الله اعلم.